اهلا بيكم في فلورنس. زي ما عملنا المره اللي فاتت، النهارده هنكون التور جايد بتاعكم في فلورنس. هقول لكم على اهم الاماكن اللي ما تتفوتش لو هتقعدوا حبه صغيرين، الاكل والتجارب اللي لازم تعملوها. فلورنس بالنسبه لي هي اجمل مدينه في ايطاليا شفتها لحد دلوقتي، ده غير ان هي كانت سبب في ازدهار اوروبا بعد الدارك ايجز اللي كانت فيها. عشان بس على باب مكتبة قهوة، انا شايفه الكتب بينيمني جدا. ده غير ان هي بلد الباستا، ويا ربي على الباستا وجمال الباستا. التنقل في فلورنس سهل قوي بالباصز، سهل ولطيف جدا، والباصات تقريبا بتروح كل حته. الاقامه هناك غاليه شويه بس بصراحه تستاهل. ممكن تروحوا تقعدوا في فلورنس نفسها، وممكن تروحوا كمان توسكاني، وهناك هتشوفوا طبيعه خياليه وفيها الواين فيلدز، حاجة بصراحة خرافة. ومن فلورنس طبعا ممكن تروحوا بيسا وتشوفوا اللينينج تاور اوف بيسا، اللي انا تعبت جدا جدا فيها عشان اتصور صورة واحدة عدلة، وفي الاخر ولا صورة طلعت عدلة زي ما انتوا شايفين كده. بس اطلعي بقى قدام شوية، ورا بقى شوية، قدام بقى شوية، قدام كمان، ورا بقى. افتحي رجليكي، لا اقفلي رجليكي كمان. ومعانا دلوقتي الكاميرا الخفية، صورنا يارا وهي بتحاول تتصور مع بيسا المرة دي. انا تعبت والله، الموضوع مش سهل يا جماعة، مش سهل. فلو فاكرين ان انتوا مش هتقفوا تاخدوا الصورة المشهورة هناك تبقوا غلطانين، هتلاقوا كل الناس بتحاول تعملها. يلا بينا دلوقتي نلف فلورنس. اول مكان فظيع بصراحة هو فلورنس كاتدرال، هتروحوا لها في ساعة تقريبا بس تستاهل. هي كنيسة كبيرة جدا معمولة من الرخام الابيض الممزوج بالبينك والاخضر، تحفة. وهناك هتشوفوا كمان البال تاور، بس هتضطروا تقفوا في طابور عشان تخشوا الكنيسة وتتفرجوا على التحف اللي جوه. احنا دلوقتي واحدة من أكبر الكاتدرالز في أوروبا. تاني حاجة هو يوفيزي جاليري، متحف وهمي ما ينفعش تفوتوه، مفتوح من القرن 16 وهو أشهر متحف في إيطاليا، ومن أكبر وأشهر المتاحف في العالم كله، فما تضيعوش الفرصة على نفسكم إن انتوا تشوفوه. تالت حاجة هو بالاتسو فيكيو، أو أنا ما بعرفش بصراحة أنطق اسمه. هو متحف محدش دخله تقريبا غير لما انبهر بالتحف اللي جواه، تماثيل ورسومات وحاجات كتير تراثية تحفة. وممكن تطلعوا من هناك على بيتي بالاس، هو قصر حلو بس للأسف فيه أوض كتير قوي مقفولة، فاسألوا قبل ما تروحوا. أما ده بقى ميدان مايكل أنجلو، هتشوفوا هناك بانوراما لفلورنس وهمية، وهتتصوروا صور ما أقولكوش. وما ينفعش برضو تفوتوا ان انتوا تشوفوا تمثال زي ديفيد، علشان التمثال ده لما مايكل أنجلو كان بينحته كان مؤمن ان جواه ملاك، وانه محتاج ينحته علشان يظهر الملاك ده، وفي منه تقليد. فلو مش عايزين تقفوا طوابير كتيرة هتلاقوا تمثالين تقليد موجودين في فلورنس. ما تنسوش تجربوا الباستا واللوكال ماشرومز والجيلاتو. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا اعملوا تاج لكل اصحابكم اللي مسافرين اوروبا قريب.